مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أحلى الليالي. زي ما حضراتكم عارفين، أحلى الليالي بيبارك ويشارك فرحة كل عروسين في كل مكان من الوطن العربي. النهاردة حلقتنا مميزة. خلونا الأول نشكر كل السادة المشاهدين اللي اتصلوا بينا وأرسلوا لنا رسائل SMS. بنشكر أهالينا في كل الوطن العربي، المملكة العربية السعودية، وعائلات البخيت وعائلات السفر وعائلات السيف وعائلات الخيال اللي دايما بيتواصلوا معنا، وأيضا أهالينا في الأردن عائلات التميمي. وبنشكر كل عائلات التميمي مشاهدين متابعين للبرنامج. بنشكر برضو أيضا الآنسة ميساء من الجزائر الشقيق، وبنقول لها عقبالك إن شاء الله. أيضا بنشكر كل الجالية المصرية في البحرين وفي كل أنحاء الوطن العربي والمغرب وتونس والجزائر. أعزائنا المشاهدين، تعالوا معنا نشوف الحفل ونرجع مع بعض. أحلى العرسان. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ولقاء متجدد مع أحلى الليالي. احنا معانا ليلة من أحلى الليالي في محافظة الإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، تحديدا في الداون تاون وقاعة دماس. هذا المكان مشاهدينا الكرام اللي بينتظر أجمل وأشيك ورق عروسين، مهندس بحري أحمد عادل المندراوي والمهندسة آية أيمن جاسر. بنتمنى لهم إن شاء الله حياة زوجية سعيدة في المستقبل، لأن النهاردة شبكة وخطوبة يعني زي ما حضراتكم عارفين. وأيضا بنتمنى للسادة المشاهدين سهرة سعيدة مع أحلى الليالي وليلة من أحلى الليالي. وفاصل ونتواصل. مع طابعة الأظافر السحرية هتبقى في قمة الجمال والجاذبية. مع طابعة الأظافر السحرية فقط اكتشفي جمالك من جديد. أجمل التصاميم والرسومات والألوان خلال 5 ثواني فقط. اجعلي أظافرك تتحدث عن جمالك. مع طابعة الأظافر السحرية فقط اكتشفي جمالك من جديد. لأحلى العرسان. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجدد مع حضراتكم التحية من داخل محافظة الإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، تحديدا في الداون تاون وقاعة دماس. وليلة من أحلى الليالي. احنا مفكرين الليلة فيها قمر واحد اللي هي عروستنا، لكن النهاردة معانا قمرين كمان، والدة العروسة ووالدة العريس. بنرحب بيهم، بنقول لحضرتك الأول مبروك. الله يبارك فيك. الحمد لله. وببارك لوالدة العروسة، بنقول لحضرتك مبروك. الله يبارك في حضرتك. النهارده انا عايز اسال والده العريس المهندس احمد، شعورك ايه النهارده وانتي وصلتي لاحمد انت والباشمهندس عادل للمرحله دي وللمكان الجميل ده؟ طبعا الشعور ما يتوصفش. دي اللي احنا بنعمل من زمان قوي علشان نشوف الليله دي طبعا، وربنا يهنيهم ويبارك فيهم كده ونعيش ونشوف ذريتهم بقى يا رب يا رب. ننتقل لوالدة العروسة. حضرتك النهاردة يعني أكيد شعورك ما يتوصفش، وانت شايفة طبعا المهندسة آية هتنور المكان كله بعد قليل. شعورك ايه؟ انقلي للسادة المشاهدين الأول. انا مش قادره اقول لحضرتك شعور، طبعا شعور لا يوصف يعني، وكل اللي بتمناه لهم حياه سعيده وربنا يهنيهم يا رب. حضرتك هتقولي ايه لضيوفك اللي جولك من اماكن بعيده ومحافظات بعيده عشان يلبوا الدعوه؟ شرفتوني وانتوا شرف ليا اكيد وعلى راسي. عقبال عندهم كلهم، وكل اللي ما اتجوزش يا رب يتجوز ويتهنى وربنا يهنيهم، ربنا يهنيهم. سمات وصفات الجميله اللي في الباشمهندس احمد ايه؟ احمد عنده صفات جميله قوي يعني، مش عشان انا مامته، لا، احمد طيب جدا، طيوب يعني، وحنين جدا ومؤدب جدا جدا جدا. ما شاء الله، ربنا يسعدهم يا رب. برضو السؤال لوالدة العروسة، النهاردة حضرتك ايه اللي بيميز الباشمهندسة آية؟ آية فيها صفات كتيرة جدا يعني، بجد مش عشان أنا مامتها، لكن هي فعلا فيها كل الصفات الجميلة يعني، وكفاية قوي قربها لربنا.
مشاهدينا الكرام في كل مكان، بجدد مع حضراتكم التحية ومن داخل قاعة دماس. ومعانا النهاردة في هذا اللقاء الجميل والد العروسة. هو طبعا يعني صغير قدامكم لكن هو دي الحقيقة والد العروسة. بنقول لك الأول مبروك يا أيمن بيه. الله يبارك في حضرتك، وألف ألف شكر على التغطية الإعلامية وحضوركم معانا هنا في قاعة دماس بالداون تاون في اسكندرية، وعقبال أولادكم إن شاء الله. أهلا بيكم. أشكرك. المهم النهاردة أنا عايزك برضو تنقل شعورك من زمن قصير. كانت آية صغيرة، مهندسة آية دلوقتي بسم الله ما شاء الله وصلتها لمرحلة كل بنت بتحلم بيها. شعورك إيه؟ نقله للسادة المشاهدين. والله أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، ده أجمل شعور وأجمل لحظة في حياة الأب والأم لما يشوفوا ثمرة نجاح تربيتهم وتحقق كل أمانيهم في أولادهم. والحمد لله ان احنا كنا موفقين ان احنا نوصلهم لبار الامان، وكمان غير كده انها يعني توفقنا في اختيار الشخص اللي يناسب بنتنا ومؤهلاتها وعقليتها وثقافتها، وربنا يوفق ان شاء الله ويسدد خطاهم في حياتهم المستقبليه باذن الله. استاذ ايمن والد العروسه، النهارده هتقول ايه لضيوفك اللي جولك من اماكن بعيده وملبوا الدعوه؟ ايه الكلمه اللي ممكن تقولها لكل ضيوفك النهارده؟ في الحقيقة أنا سعيد جدا جدا وبشكر كل من لبى الدعوة للحضور، رغم أن المكان شوية في بعض الناس في محافظات أخرى، لكن الحمد لله الواحد شاف أهله وشاف كل الناس اللي بيحبوهم من زمان، وبشكرهم على الحضور وعلى تلبية الدعوة وعقبال أولادهم بإذن الله يا فندم. والله أنا أتمنى لها كل السعادة والتوفيق، وان ربنا يسعدها ويسدد خطاها. انا بقول لها يا آية انت خدتي شوط طويل جدا في حياتك، وان شاء الله اتمنى لك السعاده الفترة اللي جاية بإذن الله. كابتن ميدو بقى النهارده هتقول له ايه من خلال هذا اللقاء اللي هيشوفنا، اللي ما تمكنش ان هو يكون النهارده في مصر، واحنا عارفينه ان طبعا راجل رياضي ونجم من نجوم الرياضه، مش عايز اقول في مصر لا ده في الوطن العربي كله. ميدو جاسر ان شاء الله الساده المشاهدين هيشوفوه قريب قوي 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 في المحافل الرياضيه وعلى البساط الاخضر وهو بيتالق ان شاء الله. عايز اقول له كان نفسنا تكون موجود يا ميدو، لان ميدو طبعا اخو العروسه في معسكر في تونس مع نادي السليه الاستعداد للموسم الجديد، وهو الحقيقه بعت يعني اهداء وتهنئه ليها من خلال فيديو كليب ان شاء الله هنتفرج عليه في الشاشه بعد قليل يعني. وميدو الحمد لله يعني ماشي بخطه ثابته، والمرحله اللي جايه ان شاء الله هتشهد اخبار طيبه بالنسبه له في انديه اوروبيه وفي انديه قطريه هتتعاقد معاه بقيمه ماليه عاليه، وان شاء الله تشوفوه في كاس العالم 2022 بدوله قطر، وهو فعلا الان بنعده والدوله بتعده انه يشارك ان شاء الله في كاس العالم ويكون ممثل للمصريين كلهم وللعرب ويشرفكم باذن الله. يا عزوتنا يا لمتنا يا فرحتنا عشانك الناس قدرتنا، يا عمنا يا ظهرنا عايش كتير اوي عننا، يا عمنا يا ظهرنا عايشين في خيرك كلنا، غيرك زرع اللي تغصون في أهله، يا فرحتنا انت السبب في ضحكتنا. ربنا يسعدهم يا رب، والف الف مبروك. الف شكر لحضوركم وتغطيتكم الاعلاميه، واهلا بيكم معانا، وكلنا هنفرح ان شاء الله باذن الله وعقبال اولادكم. مشاهدينا الكرام، بجدد مع حضراتكم التحية وبرنامج أحلى الليالي مع والد العريس المهندس عادل البندراوي. الأول خلونا نقول له مبروك. الأول هتقول إيه لضيوفك اللي لبوا دعوتك وجم حضروا وممكن يكونوا من أماكن بعيدة؟ والله يعني نشكر كل من جه وشرفنا ونتمنى له كل خير وسلامة وعقبال ولاده ونردها له. مع الخبرة اللي مريت بيها في الزواج وهم لسه في أول درجة لمرحلة الزواج،
هتقول للمهندس احمد النهارده ايه وحكمه يمشي عليه؟ والله انا عايزه ياخد باله من مراته، ويخلي مشاكله كلها بينه وبين مراته، ما يطلعش حاجه بره، ويحاول يحلها بينهم هم الاثنين. يعني دي بس يلتزم بيها مش اكتر من كده، ويتقي الله فيها طبعا. وبخبرتك انت كرجل بقى لفيت معظم دول العالم، هتقول للمهندسه آية ايه النهارده عشان تخلي بالها من احمد؟ والله يخلي بالك من احمد، وظروف شغله وحشه جدا، وبيسافر في اي وقت ومدة طويله، فاستحملي، ربنا يكون في عونك. باشمهندس عادل البندراوي، بنشكر لحضرتك هذا اللقاء وليله من احلى الليالي. ألف مبروك للعروسين. مبروك يا آية، وإن شاء الله ربنا يكملك على خير يا رب. ألف مبروك وربنا يتمم على خير بإذن الله. بقول لهم ألف ألف مبروك وربنا يتم عليهم بألف خير، ويا رب كده عقبال ما يفرحوا بميدو كمان. مبروك لأخويا أيمن ومبروك للمدام، وربنا يتم عليهم بألف خير. بقول لهم ألف مبروك لأخويا أيمن جاسر، وربنا يتمم لهم على خير يا رب. عشرة العمر، الناس الطيبة المحترمة، سنين عمرنا وطفولتنا، ربنا يبارك لهم ويبارك عليهم يا رب العالمين. نتمنى لهم طبعا للعروسين حياة زوجية سعيدة من كل قلبي، وربنا يفرحهم دايما. دي محبة للأستاذ أيمن جاسر، إن احنا نمشي أميال، مش نمشي بس مسافة كفر الشيخ ولا اسكندرية ولا أي حاجة. دي محبة لنا وتقدير ليه كمان، لأنه يستاهل أكتر من كده. وألف مبروك للعروسين. ألف مبروك للعروسة. لا ربنا يتمم لكم على خير، وان شاء الله يعني تبقوا اسعد زوجين في الدنيا يعني، وربنا يوفقكم ويبعد عنكم العين يعني. انا بهنهم طبعا وربنا يتمم لهم على خير، وعقبال طبعا الدكتوره غيداء اللي هي زميلتنا اللي عازمانا من الدفعه النهارده، وربنا يفرحهم دايما على طول. ألف 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 مبروك لعروستنا ولعريسنا، العروسة بنت أخويا الكريم أيمن جاسر. وبمجرد ما عرض الدعوة، طبعا من غير ما يعرض الدعوة احنا لابد ان احنا ما نتأخرش عن أيمن، صديق الطفولة والزمالة اللي على حق، وربنا يديم السعادة والفرح دايما لأيمن ولأسرته الجميلة، ويوم جميل ان شاء الله نتمناه. ربنا يتمم بخير ويهنيهم يا رب، ويفرحوا ببعض باذن الله، وربنا يخليهم لبعض. هم ناس محترمين جدا وناس مؤدبين، ودول اهالينا واصحابنا من زمان، والاسر من زمان يعني، الاهالي اللي هو الامهات والابهات، وربنا يتمم لهم بخير يا رب. مبروك وربنا يسعدك يا حبيبتي، ونشوفك دايما مبسوطة يعني، وربنا يحفظكم. ألف مبروك يا صديقة الطفولة، وربنا يسعدك يا رب ويتمم لك على خير، وأشوفك دايما سعيدة يا رب. أقول للآية ألف ألف مبروك، وربنا يتم عليك بخير يا رب، ويسعد قلبك ويفرحك، وانت تستاهلي كل خير، لأنك إنسانة رقيقة جدا وقلبك أبيض، وربنا يوفقك يا رب.
مبروك وربنا يتمم لهم على خير ان شاء الله يا رب العالمين. مبروك يا حبيبتي، ربنا يهنيك يا رب. مبروك يا اوشي، ربنا يكملك على خير يا رب انت واحمد. الف مبروك يا ايه، وعقبال ان شاء الله الفرح وربنا يتمم لكم على خير. اخو العروسه الكابتن محمد اللي عايز يقول لآية واحمد هتقول لهم ايه النهارده يا محمد؟ الف مبروك وربنا يسعدهم. مشاهدينا التقينا مع احد الحضور اللي جم يلبوا الدعوه من قاعه دماس النهارده. اتعرف على حضرتك؟ محمد يسري. استاذ محمد، النهارده جاي تلبي دعوه العروسين، هتقول ايه النهارده؟ هقول لهم ربنا يتمم لهم بخير ويسعدهم ويجعل عليهم كلهم فرح وسعاده وهنا حبيبه قلبي وبنت اختي وربنا يتمم لها بخير يا رب، والف مبروك ليها، وان شاء الله ربنا يكتب لها كل سعاده يا رب في حياتها. طبعا كلهم منورين الدنيا، يعني احسن ناس اكيد. يعني برنامج احلى الليالي دايما منورين الدنيا ان شاء الله باذن الله، ربنا يعلم. مشاهدينا بجدد مع حضراتكم التحية وبرنامج أحلى الليالي، وليلة من أحلى الليالي النهاردة بنقضيها في محافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط وتحديدا قاعة دماس. ومعانا النهاردة أخت العريس أخت المهندس أحمد. النهارده شعورك ايه والمهندس احمد دلوقتي وصل لمرحله جميله؟ فرحه كبيره قوي والله، والحمد لله كلنا فرحانين ومبسوطين جدا، ربنا يكملهم على خير يا رب. عقبال الفرح كلنا هنهيص العريس والعروسه، طبعا كلنا هيصه النهارده ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. المهندس محمد عدلي النهارده هيقول ايه وشعورك ايه نقله للساده المشاهدين؟ طبعا النهارده يعني يوم فرح لنا كلنا وسعداء، يعني احمد انسان على المستوى الاخلاقي على خلق عالي وانسان مثالي، نتمنى له كل خير وربنا يتمم له على خير ان شاء الله. فطبعا يوم سعيد لنا كلنا يعني. الف مبروك يا ايه، وربنا يسعدك ويكملك على خير، ويا رب عقبال الفرح ان شاء الله. مبروك يا ايه، ربنا يتمم لك بخير ومبسوطه عشانك جدا. الف مبروك. الف مبروك يا ايه. اقول لهم الف مبروك، وانتم فاجئتونا قوي بحاجه جميله، والواحد دايما في حياته بيحب المفاجآت الجميله الساره دي. انا ما كنتش اتوقع ان احمد يبقى اختياره بالجمال ده، بنت مؤدبه ومن عيله وكويسه جدا، وانا مبسوط قوي. وقلت كويس احمد تربيته كانت جميله جدا، ان هو يختار بالشكل ده، انا مبسوط جدا ويا ربنا يوفقهم يا رب. مهندس عصام البندراوي عم العريس، شكرا لحضرتك. اشكرك، شكرا لكم جميعا، شكرا.
السيريوس ومارسنا بيحيونا، عايزين نحييهم بسقف ومبروك. والله انا هقول الف مبروك، يعني فرحان جدا لاحمد، يعني بجد فرحه اكتر من فرحه انا شخصيا. يعني هو جاري وصاحبي واخويا، انا ما عنديش اخوات، فده كان حرفيا اخويا من اول يوم في حياتي. فربنا يحفظكم، الف مبروك، وان شاء الله الفرح يجي بسرعه جدا. طبعا ده ابن خالتي ومتربين سوا، فرحان له جدا جدا جدا، وبقول له ربنا يتمم على خير ويفرحكم، وان شاء الله الفرح قريب بقى باذن الله، ان شاء الله باذن الله. مش عايز تفكر احمد بموقف كوميدي كده حصل بينكم؟ والله هو انا لو قلت على الهوا فهتبقى فضائي، فمش هينفع نقول على الهوا خالص، بس يعني برج العرب. ألف مبروك. قول لهم ألف مبروك، وعقبال ما ربنا يبارك لهم في حياتهم ويعيشوا في أسعد حال يا رب. ألف مبروك لآية والعادل، يا رب يتم لكم على خير ويسعدكم يا حبايبي يا رب. مبروك، وان شاء الله حياتهم تبقى سعيده ان شاء الله. اقول لهم مبروك وربنا يتمم لهم بخير، وعقبال ما نفرح بالفرح ان شاء الله. مبروك وربنا يوفقهم في حياتهم، وان شاء الله تكون حياتهم كلها فرح وسعاده. ألف مبروك. عمة العريس النهارده هتقولي ايه؟ قال لهم طبعا ألف مبروك، وربنا يتمم لهم على خير، ونتمنى لهم طبعا حياة سعيدة وربنا يوفقهم. اللي بقاله زمان ما شافش التاني بنشوف بعض كلنا كده، فدي أحلى مناسبات بتبقى. ربنا يسعدهم ويكمل لهم على خير وحياة سعيدة مع بعض إن شاء الله. هقول لهم طبعا أحلى مناسبة، أحلى تجمع، وإحنا المناسبات كلها اللي في العيلة بتبقى هي أحلى مناسبات إنها بتجمعنا كلنا. قال لهم مبروك مبروك، وإن شاء الله نتجمعوا بقى في الفرح إن شاء الله الكبير بإذن الله، بقى يكونوا عملوا بيتهم ويبقوا فرحانين، والاهالي كلها متجمعين مع بعضهم ان شاء الله. فرحتهم هي فرحتي بالظبط، لان هو الحقيقه يعني في كل مناسبه ليا هو وجميع افراد عيلته بيشرفوني، فانا كان اقل حاجه ان انا اجي النهارده برغم ان انا جاي من سفر وجيت، والحقيقه كان معانا سياده اللواء محمود فبرضه جبته معايا، لكن انا كان المفروض الاسره كلها تيجي، لكن احنا الظروف ان هم مسافرين والشغل وكده، فانا جاي بالنيابه عنهم نقول له الف مبروك للعروسين وربنا يوفقهم باذن الله. انا اقول لهم يعني ربنا يتمم لكم على الف خير، ولكم مستقبل ان شاء الله طيب، يا ربنا يسعدكم. ألف مبروك وربنا يتمم بخير إن شاء الله. له ألف مبروك أحمد، وإن شاء الله تبقى سنة سعيدة عليك. لهم ألف مبروك، ربنا يتمم لكم بخير. ربنا يتمم لكم بخير إن شاء الله ويوفقكم في حياتكم، وألف مبروك إن شاء الله، وألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. الف مبروك وربنا يكمل لهم على خير ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، بجدد مع حضراتكم التحية ومن داخل قاعة دماس. النهاردة كابتن محمد عامر غني عن التعريف، نجم المنتخب المصري ونجم الأهلي، مدرب أكتر من نادي، جشم عناء السفر عشان يقول للكابتن أيمن جاسر ويقول للمهندسة آية والمهندس أحمد مبروك. والله يعني كل سنة طيبين الأول، وأنا ما كنتش أقدر ما أجيش لأيمن. أيمن ده أخويا،
متربيين سوا ومن الناس اللي بحترمهم جدا وبحبهم جدا. وآية بنته دي بنتي، فكنت لازم اجي ابارك لها وربي يجعل جوازها جواز الهنا والسعاده والسرور ان شاء الله. ويعني شفت كمان قاعه هنا، قاعه مميزه، قاعه دماس، واسكندريه دايما بتمتاز بالقاعات الجميله. وزاد القاعه نور آية وعريسها في هذه الليلة. يعني الأستاذ توفيق الشيتاني، بنقول لك الأول الحمد لله على السلامة. والنهاردة أنت جاي تهني وتبارك للأستاذ أيمن. وبارك أحلى أخ وأحلى إنسان شفته في حياتي، الكابتن أيمن جاسر ده. مهندس أحمد ألف مليون مبروك، والمهندسة آية بنت أحب وأعز صديق ليا الأستاذة أو مهندسة آية، ألف 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 مليون مبروك للاتنين. مبروك للعروسين، ألف مبروك. ألف مبروك للعريس والعروسة. ألف مبروك يا أيوتا، وربنا يسعدك يا رب ويجعل أيامك كلها أفراح وأعياد وهنا وسعادة يا رب. ألف مبروك للعروسين، وبهني أخويا أيمن جاسر لفرح بنته، وإن شاء الله بالرفاء والبنين. ألف مبروك عقبالنا إن شاء الله. ألف مبروك للعروسين، وربنا يتمم بخير يا رب. لها ألف مبروك يا آية، وربنا يتمم لك على ألف خير يا رب. ألف مبروك للكابتن أيمن والعروسة والعريس، وعقبال ان شاء الله لما نفرح بميدو الفرحه الكبيره، وربنا يتمم بخير ان شاء الله. مبروك يا كابتن ايمن. الف مبروك للعروسين. مبروك يا كابتن ايمن. مبروك للعروسين. مبروك للعروسة والعريس. ألف مبروك للعروس والعريس. مبروك للعروسين. مبروك لأحمد وآية. ألف مبروك للعروسين. مشاهدينا الكرام، بجدد مع حضراتكم التحية، وما زلنا في قاعة دماس بمحافظة الإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، ومعانا برنامج أحلى الليالي وأحلى العرسان وأحلى مشاهدين، ومعانا أحلى عريس وعروسة النهاردة، بنقول لهم مبروك. الله يبارك فيك يا رب. الباشمهندس أحمد عادل والمهندسة آية أيمن جاسر، بنقول لك مبروك. الله يبارك في حضرتك. النهاردة طبعا شعوركم ما يتوصفش، وما شاء الله ما شاء الله في تفاهم بينكم وتناغم. عايز تقول لآية ايه النهارده في اللقاء الجميل ده؟ انا ما صدقت ان انا لقيت آية. يعني آية هترد تقول ايه؟ ربنا يخليك ليا. حلم مشترك بينكم كده يا باشمهندس احمد؟ جينا اولاد كتير جدا 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 جدا، فريق كوره. بسم الله ما شاء الله. ما هو كابتن ايمن وهو اللي هيدربهم. انت ايه رايك في الكلام ده؟ بتحبي الاطفال كتير يعني؟ كله خير من ربنا. النهارده هتقول لاصدقائك ايه اللي جم وفرحوا معاك واكتملت الفرحه بوجودهم والاهل والاصدقاء؟ عشرة العمر يعني، ربنا يجمعنا دايما على خير يا رب، وما نشوفش فيهم حاجه وحشه يا رب يا رب. النهارده الباشمهندسه آية هتقولي ايه لصديقاتك؟ شرفتوني وعقبال عندكم يا رب. مين اللي هتقولي لها يلا شدي حيلك بقى وخدت الخطوه دي زي؟ كل صحابي السناجل. اللي عليه الدور محمد مصطفى صاحبي الانتيم، ده اللي عليه الدور دلوقتي، وجابر. اغنيه بتحبوها انتوا الاثنين كده نحطها لكم في البرنامج؟ تامر عاشور. تامر عاشور. ايه اللي جرى لي مال الليله، الحنين ده مش بايدي خلاص، جنبك ليله الف ليله وليله، انت الدنيا وانت كل الناس، تعالى ده لو غالي عليك تعالى
مشاهدينا لا يسعنا في هذا اللقاء اللي احنا نشكر احلى عريس واحلى عروسه ونقول لهم مبروك وعقبال الليله الكبيره. مشاهدينا الكرام كده بينتهي وقت حلقتنا النهارده اللي احنا استمتعنا بيها للاتصال والتواصل على الارقام المبينه على الشاشه. الى ان التقي معكم في الاسبوع القادم اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.